السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رسالة أقولها لإخواني هداهم الله الذين عياذا بالله جل وعلا رأيناهم وهم ينهبون ويسرقون الممتلكات العامة، سواء كان في القصر الرئاسي أو سواء كان في مطار ريان أو حتى في المجمع القضائي. والله ما كان أحد يظن أن بعض الناس للأسف والله من النزهاء ومن الناس الطيبين يأخذ عياذا بالله ويسرق وينهب ممتلكات عامة. والله سيسألك الله جل وعلا عنها بأي حق أخذتها. لا تقول يا غالي رعاك الله غنايم، الغنايم لا تكون إلا بين المسلمين وبين الكفار، لكن أنت لماذا نهبتها أمام مرأى ومسمع من الناس، بل حتى من العالم ربما كله رآك؟ أما تستحي بالله عليك من نفسك؟ أما تستحي وتخجل من ربك؟ نسأل الله جل وعلا العفو والعافية يا إخوان، والله نسأل الله جل وعلا العفو والعافية. ولذلك والله أقولها لله جل وعلا، لكل من أخذ ولكل من نهب ولكل من سرق. والبعض للأسف والله يفتخر يقول والله نهبنا والله سرقنا. هذه بصمة عار وسمعة عليك حتى تلقى الله إن لم تتب إلى الله جل وعلا وترجع. نصيحتي والله لكم من قلب محب مشفق عليكم يا إخواني رعاكم الله. والله ما كنا متوقعين في يوم من الأيام بنرى مثل هذه المشاهد في أرض العلم والعلماء، أرض السلام والحكمة، أرض حضرموت المكلة بالذات. والله شيء يخزي، شيء يندى له أو يندى له الجبين عياذا بالله. لكن أقول أن التائب من الذنب كمن لا ذنب له. من أراد يا إخواني والله، من أراد أن يراجع حساباته ما بينه وبين الله، يرجع الحقوق إلى المكان الذي أخذها، أو والله يرجعها إلى إخواننا في نادي تضامن حضرموت. قدموا مبادرة طيبة أسموها بأمانة الحضارم لاستعادة المنهوبات. جزاهم الله خير، والله خطوة يشكرون عليه، وأتمنى من جميع الحارات يفعلون مثل هذه الأفاعيل. وإلا فوالله من تسول له نفسه أو يزيد ضعف إيمانه، فإنني أقول له إن الله ليزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. والله سيأتون ويأخذونها منك من بيتك ويأخذونك فتصير عياذا بالله ذليلا ضعيفا حقيرا أمام الناس. أما في الآخرة فبأي حال ستلقى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون.